حلقة جديدة من صوت الملعب. هبدأ مع حضراتكم بأخبار مهمة جدا، وعايز أقول لحضراتكم النهاردة معانا واحد من كتيبة الموهوبين، واحد من النجوم الكبيرة في منتخب مصر ونادي الزمالك وأيضا بعض الأندية الأوروبية، كابتن طارق مصطفى. إن شاء الله هيكون ضيفنا النهاردة. هبدأ معاكم فقرة الأخبار وابدا ايضا بالنتائج المباريات. بايرن ميونخ الالماني فوز كبير على اوكلاند سيتي 10 مقابل لا شيء، يمكن اكبر فوز في تاريخ البطوله من حيث النتيجه. باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد 4-0 لباريس سان جيرمان، بطل اوروبا يعني يسيطر على الكرة الأوروبية. بالميراس أمام بورتو. مجموعة النادي الأهلي الناس كلها كانت بتتابع الماتش ده، انتهى هذا اللقاء بالتعادل السلبي. بوتافوجو تفوق بهدفين مقابل هدف على سياتل الأمريكي. النهاردة عندنا ماتشات تشيلسي ولوس أنجلوس الأمريكي الساعة 10 مساء. بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بنفيكا الساعة 1 صباحا. وفلامينجو البرازيلي أمام الترجي التونسي في 4 فجرا. طبعا نتمنى التوفيق لنادي الترجي التونسي الشقيق. عايز اخد مع حضراتكم كده عناوين الاخبار قبل ما نستقبل الكابتن طارق مصطفى. عندنا كابتن محمود الخطيب وتفاصيل مكالمته مع امام عاشور للاطمئنان على حالته. عاشور هيغيب لمدة 3 شهور على أقصى تقدير بسبب الإصابة، وكان في مكالمة من كابتن محمود الخطيب للإطمئنان عن الحالة. أيضا المدير الفني النادي الأهلي الإسباني ريبيرو بيعقد جلسة مع زيزو نفسية وفنية. أيضا الكابتن محمد يوسف بيعاقب تريزيجيه وبيحتوي بن شرقي. بيراميدز بيدرس إعارة إبراهيم عادل إلى تولوز الفرنسي. كده خلصت معايا عناوين اخباري، طبعا هاخدها باستفاضه مع كابتننا الكبير كابتن طارق مصطفى. اطلع فاصل. النهارده يوم حلو، وايه اليوم الحلو ده؟ مع مخرجنا محمد البهواشي، وايضا نجم الهندسه الاذاعيه المهندس عماد بدوي. صوت الملعب مع محمد فاروق. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بكابتننا الكبير كابتن طارق مصطفى. صباح الفل يا مورينيو. صباح الفل، صباح الفل يا حمادة، وصباح الفل عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل الناس. كابتن طارق، يعني الموسم ده في الفلوس اللي بتدفع في اللعيبة طارق مصطفى ياخد كام؟ لا مش أنا اللي أقول، يعني الناس الحمد لله والشكر لله، ده نعمة وفضل من عند ربنا. كل واحد ربنا بيكتب له رزقه يعني في الوقت المناسب، ولكن الحمد لله ممكن انت ما تكونش الفلوس كانت ايامنا كانت بالشكل ده المبالغ فيه، ولكن كسبت احترام الناس، كسبت حب الناس، كسبت عملت اسم الحمد لله لنفسك، وحققت كمان بطولات اذا كان مع نادي الزمالك او منتخب مصر. فكل ده الحمد لله انت يعني الثمار اللي انت عملته بتشوفه دلوقتي في حب الناس، يعني لما بتمشي في الشارع والناس بتقابلك باحترام، هو ده في الاول والاخر. المادة كده كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كاتب كل حاجة يعني. فلا أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء أعطانا الله يعني. كابتن طارق، حضرتك من المدربين المصنفين، وبعدين المدربين في هذا التوقيت بيختلفوا. في مدرب بيبقى له نقلة، بيعمل نقلة للفرقة، بيعمل هوية للفرقة، وفي مدرب اللي هو بيشتغل فترة وممكن يوفق وغير يوفق ويمشي، بس ما بيبقاش له بصمة. صراحة موسم تاريخي بالنسبة للبنك الأهلي هذا الموسم. يعني السنة اللي فاتت لما حضرتك توليت المهمة كان مستوى أو المركز اللي موجود فيه البنك الأهلي ما كانش أحسن حاجة، كان في صراع حتى من أجل البقاء. السنة دي حضرتك وفرقة البنك الأهلي كان ليكوا دور كبير جدا في أولا تحديد بطل الدوري، أحسن الفرق غير المصنفة بقى الأهلي وزمالك وبيراميدز لعبت أمام الكبار. من ماتشاتكم دايما فيها سكور عالي حتى امام الكبار. يعني تقييمك لاداء البنك الاهلي هذا الموسم؟ طب يعني خلينا نقول الاول لازم نشكر اداره نادي البنك الاهلي اللي هو اشرف الصار والاستاذ محمد عبد المنعم واداره البنك الاهلي. نشكر اللاعبين على المجهود اللي هم بذلوه من اول يوم انا مسكت فيه فريق البنك الاهلي. بشكر الجهاز الفني بالكامل والطبي والاداري وعمال النادي، لان الكل تعب بصراحه. يمكن من اول يوم انا حضرت فيه نادي البنك الاهلي انا يمكن تولينا المسؤوليه الموسم الماضي، وكان البنك الاهلي مهزوم 5 مباريات.
ما فيش ولا نقطه. كانت الامور صعبه من الحاله النفسيه والفنيه والبدنيه وكل الامور يعني. ولكن الموسم الماضي الحمد لله يمكن تعبنا واشتغلنا عشان كان الهدف بالنسبه لنا هو البقاء في الدوري، وكان موسم صعب جدا يعني. الحمد لله والشكر لله، يمكن ربنا وفقنا في اخر 4 مباريات كنا الحمد لله حققنا الهدف بتاعنا واستمرينا في الدوري. وانت ماشي اكيد بتبني، لان الاعمار كانت كبيره جدا في نادي البنك الاهلي، ودي النقطه السلبيه اللي انا خدت بالي منها اول ما رحت، ان كل اللعيبه كبار ولاعيبه اساميه كبيره جدا وكلهم على راسي يعني. تشرفت ان انا مرنتهم كلهم، ولكن كنت لازم تنزل بالاعمار عشان تحقق الهدف، لانك انت مش ممكن نادي بحجم امكانيات البنك الاهلي ان دايما كل سنه بينافس على الهبوط. صعب جدا. بيصرفوا مصاريف كتيره، ولكن الحمد لله يمكن ربنا سبحانه وتعالى حطني في المكان المناسب في الوقت المناسب ليا وللبنك يعني، لان انا كنت محتاج التجربه. ان انا تجربتي دايما كلها بره مصر، تجربتي كده في السعوديه، في الامارات، في المغرب، 6 سنوات 3 فرق. اتشرفت ان انا حضرتك واحد من الناس اللي حققت يعني نجاحات، من المدربين اللي حققت نجاحات في المغرب. يمكن ما حصلش قبل حضرتك ان مدرب مصري عمل النجاحات دي في الدوري المغربي. لا، بقول الحمد لله والشكر لله، ده برضه فضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا، لان كرة قدم واحنا تحديدا يعني التوفيق لو مش محالفك بتبقى في مشاكل بالنسبه لك يعني. ولكن انا اشوف ان التجربه بتاعت المغرب لازم اشكر عليها طبعا المعلم الكبير الكابتن حسن شحاته، لان كنا لولا هو وخدني مع المغرب ما كنتش استمريت في المغرب. ولكن هو تقريبا بس وانا اللي اشتغلنا في المغرب. اتمنى ان المدربين ان شاء الله المصريين يكونوا لهم دور كبير جدا، والمغاربه كمان المدربين كبار جدا يكون لهم دور برضه في مصر. انا هشوف ان هيبقى افضل من الاجانب لينا وليهم يعني، اتمناها يعني. ولكن هرجع لك تاني للتجربه. الحمد لله السنه دي يمكن بدانا الموسم بطموح مختلف، موسم استثنائي. الناس كلها عارفه ان موسم صعب على الجميع. كل الفرق السنه دي كانت بتصرف، ودي فرقت جدا مع كل الفرق، باستثناء تقريبا ممكن يكون الاقل حرس الحدود تقريبا بس، انما كل الفرق كانت عندها من الامكانيات ان هي تعمل حاجه السنه دي. والنظام اللي هو التسعه والتسعه ده خلى الامور اصعب كمان، خلاها كلها ماتشات كؤوس. وماتشات الحمد لله. يمكن اللي مش هيخش في التسعه الاوائل هيعاني وهيخش في سكه تاني. فمن هنا تغير الطموح الحمد لله والشكر لله، ان احنا فضلنا من التسعه الاوائل وده كان انجاز. واشتغلنا غيرنا طموحنا للمره الثانيه، ان انت ليه ما تاخدش رابع؟ ليه ما تلعبش على بطوله وتروح افريقيا؟ فحتى لو الامكانيات قليله بس لازم تزرع الطموح. لان انا دايما انا كطارق مصطفى يعني، انا بدات بمركز شباب امبابه وليا الشرف، وبدات صغير، وكان عندي دايما الطموح ان انا اخدها خطوه خطوه، سلمه سلمه. الحمد لله انا من الناس اللي ما بحبش انزل السلمه، بحب اطلعها. ولسه الحمد لله ان شاء الله عندي طموحات كبيره جدا ان شاء الله تحققها في المستقبل يعني. طب كابتن طارق، السنه دي البنك الاهلي دخل التارجت الاولاني، العب على مركز متقدم في الدوري. ما شاء الله ابتديتوا بدايه قويه. سكوراتكم امام الفرق الكبيره يعني، قدام المصري 4 أهداف بتجيبوا، بتكسب بيراميدز 4. يعني الماتش اللي حول الدوري يعني ماتش بيراميدز والبنك من احسن الماتشات اللي اتلعبت السنه دي، ويمكن برضه ممكن يتحط في ذاكره الدوري المصري يعني. ازاي بتحضر للماتشات الكبيره وتقدر كمان تكسب بسكور؟ بص، هو التحضير مش الماتشات الكبيره، هو التحضير لكل المباريات يعني. وزي ما قلت لك في الاول يا حماده، يمكن انت التوفيق وعدم التوفيق ده مهم جدا في كره القدم. ساعات بتقابلك ظروف بتبقى غصب عنك يعني، الناس ما تعرفهاش او ما تحسش بيها يعني. اولا انت لما بتيجي تختار الفرقه التيم بتاعك اللي هيشتغل، فانت بتختار حسب الحاله اللي فيها اللعيبه في التمارين، حسب حاله كل لاعب. بتختار طريقه اللعب اللي انت تناسبك. هتلعب الاهلي غير الزمالك غير البيراميدز غير بتلعب الاسماعيلي غير المصري. فكل طريقه وكل وقت وزي ما بيقولوا ليه لعيبته يعني. انا الحمد لله يمكن الميزه ان انا كل اللعيبه لعبت عندي، انا مفيش لعيب ما لعبش عندي، كل اللعيبه السكواد كله يمكن بنسبه يعني 95%. مش عايز اكون حتى حراس المرمى، حتى حراس المرمى ال3 لعبوا. ولكن اللي عايز اقوله لك هو لما بتحط سيناريو للمباراه،
وده التوفيق وعدم التوفيق. ممكن تحط سيناريو يعني والامور ما تمشيش معاك، وممكن تحط سيناريو تاني والامور تبقى مرتاحه. حسب كمان اللعيب دلوقتي مش زي الاول. اللعيب زمان كان مركز وكان قلقان من الجمهور وكان عامل حسابه ان هنزل لازم انام بدري لازم. فدلوقتي انت الامور دي بقت صعبه شويه دلوقتي. مش بتبص للعيب انت في عينيه تعرف مركز ولا مش مركز، ما تعرفهاش. ولكن الحمد لله اللعيبه بصراحه السنه دي عملوا مجهود غير طبيعي، خاصه ان انا برضو من الناس الحمد لله اللي يمكن السنه دي ما جبتش لعيبه. يعني انا جبت 7 لعيبه او 8 لعيبه في بدايه السنه، منهم 4 لعيبه صغيرين من الدرجه الثانيه. ولكن بين الدورين ما جبناش الا لعيب واحد من الدرجه الثانيه، عكس انديه كتيره جدا صرفت مبالغ كبيره جدا جدا جدا. يعني انت حضرتك دلوقتي بتدور على اكتشاف المواهب الصغيره. اكيد، بس خلي بالك هي دي بصراحه قلت في مصر كلها. يعني انا بشوف بصراحه يعني هم تحديدا يعني تقريبا يعني 3 4 فرق اللي ممكن يكونوا عندهم الحته دي. يعني بتتكلم على بيراميدز عندهم امكانيات كبيره جدا، كل لعيبه كواليتي مختلف. بتتكلم على النادي الاهلي، بتتكلم على سيراميكا، بتتكلم على الزمالك، ولكن ما عندوش الزمالك اللعيبه الصغيره الموهوبه اللي انت تقدر تغير بيها، تاخد بيها بطوله وتغير بيها مباريات يعني. انما انا شايف ان ال3 فرق بصراحه اللي عندهم امكانيات لعيبه كتيره جدا ولاعيبه موهوبه وبتعمل الفرق، لان اللعيب اللي عنده حلول ده هو اللي بيعمل لك الفرق بصراحه. طيب انا لسه عندي كلام مهم جدا مع كابتن طارق مصطفى. هنتكلم عن رحله البنك الاهلي هذا الموسم، ايضا هنتكلم على رؤيته للدوري الممتاز، وبالتاكيد مش هنسيب مونديال الانديه ومشوار النادي الاهلي. هطلع فاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن طارق مصطفى. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بكم من جديد مستمعينا، ومعانا كابتن مصر مدرب المصنف كابتن طارق مصطفى. انا دايما بكرر كلمة المدرب المصنف لان دلوقتي احنا عايشين في عصر احترافي كبير جدا. الاتحاد يعني الدولي لكرة القدم الفيفا، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاسيوي، اصبحت هناك تصنيفات لمستوى المدربين، وده بيجي عن الرخص التدريبيه ومستوى مشاركاته وهو لاعب ومستوى حاجات كتير قوي، طبعا منها نتائجه كمدير فني. كابتن طارق مصطفى ما شاء الله من المدربين المصنفين، لانك انت شايف ترتيبه في الدوري المصري الممتاز. النقله اللي نقلها النادي البنك الاهلي نقله كبيره جدا. الان البنك الاهلي كان بينافس على التاهل الافريقي وكان قاب قوسين او ادنى، او بكمان الفاينل كاس الرابطه كان امام سيراميكا كليوباترا، وصل للمباراه النهائيه. كابتن طارق، في موضوع التصنيف والتدريب وجهازك الفني، ما شاء الله عندك جهاز فني على اعلى مستوى. كابتن امير عبد العزيز، كابتن عصام عبده، وكابتن عقباوي في حراسه المرمى، والعديد من الناس. طبعا انا بذكر كده اللي جم على دماغي دلوقتي، طبعا كله جهاز محترم. دخولك للدوري وحضرتك ابتديت بتقول ان انا السنه دي كان عندي فكره وتارجت ان انا اتاهل لل9 الكبار وبعد كده العب على التاهل الافريقي. ازاي حضرته لهذا الموسم بهذا الشكل مع جهازك؟ وبرضه هرجع تاني واقول لك الماتشات الكبيره انت كان ليك دور في تحديد مستوى وملامح مين اللي يكسب الدوري. عملتوها ازاي مع بعض كفرقه؟ طب خلينا نقول بس حته التصنيف دي، الحمد لله والشكر لله انا مدرب زي كل المدربين، مدرب الحمد لله عادي جدا. ممكن من التصنيف من الشهادات انا معاك فيها، لان الحمد لله انا لغايه دلوقتي الحمد لله البرو الحمد لله خلاص يعني، ودي شهاده اكبر شهاده موجوده على المستوى التدريبي في افريقيا. في افريقيا طبعا. فالحمد لله شرف لي ان انا خدتها يعني. دي في النقطه ديت. ولكن الحمد لله يمكن كل المدربين كل وقت وربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك ان انت الوقت ده يبقى بتاعك شويه والناس تشوفك شويه. خاصه ان انا زي ما قلت لك من البدايه ان انا ما بدات في مصر 7 8 سنين، احلى 7 8 سنين استفدت بيهم مع كابتن طارق يحيى، ولازم اشكره لانه واحد من الناس اللي كان ليه دور كبير جدا. مدرب كبير، ليه دور كبير جدا معايا. انتوا عاملين فرقه جامده في المقصه والانتاج الحربي قبل المقصه، وسافرنا مع بعض. رحت معاه السعوديه، هاجر السعودي، اشتغلنا مع بعض 7 8 سنين. كانوا بصراحه استفدت منه كتير جدا،
ومدرب من المدربين الكبار اللي انا زعلان ان هو مش موجود على الساحه يعني. فعشان كده بقول لك هي كل فتره بتيجي كده مدرب او اتنين بيكونوا موجودين في الساحه. فالحمد لله والشكر لله اللي انت ما قعدتش كتير، انت جيت من المغرب شويه اشتغلت، وبعدين ربنا كرمك زي ما قلت لك من خلال النادي البنك الاهلي، اللي ممكن كنت موجود في مكان تاني ممكن ما كنتش حقق الكلام ده كله. ولكن بقول برضو الحمد لله والشكر لله، فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير. الجهاز الفني او الجهاز الطبي او الجهاز الاداري، امال انا قلت لك ان الكل تعب. التدريب بالذات انا بشوف يعني ان ما مش انت لوحدك هتعمل كل حاجه. وانا دايما بقول اللي ليه عينين غير اللي ليه اربعه غير اللي ليه سته غير اللي ليه 8. رقم واحد، اول حاجه في حب ما بيننا وفي احترام ما بيننا. كلهم انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، والحمد لله يمكن ربنا وفقني ان انا اجمع جهاز اول حاجه عنده من الناحيه المهنيه حاجه محترمه جدا، من الناحيه الفنيه كمان كل واحد في الحته بتاعته مميز جدا. وزي ما قلت لك خلي حته الحب دي على جنب، وان احنا اصحاب وان احنا كويسين، ولكن انا في الملعب صعب شويه يعني. هم كلهم كل الناس عارفه كده، انا ما تشوفني بره غير جوه خالص يعني. فحابب ان انا اشكرهم من خلالك يعني. اول حاجه اللي سامي الشيشيني طبعا، جبته انا السنه دي مدير كوره، لان سامي انا شايف ان هو اضافه كبيره جدا. انا اخترت له كمان البوزيشن المناسب للراجل المناسب بصراحه، انا اللي اخترته له لان انا شايف ان في المقومات ان هو يعمل ديت. الحاجه الثانيه طبعا كابتن امير عبد العزيز، واحد اشتغل معايا 7-8 سنين في المغرب واشتغل معايا في الامارات، ومدرب مميز ومدرب مجتهد، وسي في بتاعه كبير ما شاء الله على اعلى مستوى. مسك على مستوى كبير جدا نادي الزمالك، ومسك كان معانا انا ومع الكابتن طارق يحيى في السعوديه فجر السعودي وفي المقصه. فبالتالي واحد من الناس المحترمين يعني. التالت طبعا كابتن عصام عبده، حاجه يمكن عصام اول واحد اشتغل معايا في مصر في اول ما بطلت لعب يعني. اولا عصام مميز جدا برضو في الحته بتاعته، وبيحبني وانا بحبه على المستوى الشخصي. وعصام ابن ناس يعني، عصام عشان كده بقول لك دايما لما تيجي تختار ناس بتحبها وناس بتثق فيها وناس عندها من الامكانيات التدريبيه يعني. هنكمل يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم. ناس محترمه، وكابتن عقباوي برضو من الحراس اللي كانوا مدرب في التمرين. العقباوي على فكره الجهاز كله تحس ان هو اخلاق عاليه جدا، والعقباوي اولهم طبعا. عاصم صلاح مش عايز انساه، واحد من الناس اللي انا اضافه جديده، واحد من الناس اللي انا كمان بطل معايا وحطيته برضه البوزيشن عشان يتعلم. هو كمان شخصيه جميله وبيعرف شخصيه جميله وراجل. لا عندي كمان هاني محلل اداء، وعندي جورج. صراحه الجهاز الحمد لله بحمد ربنا واشكره على الجهاز الكامل ده. كابتن طارق، هذا الموسم تفوق كبير جدا ما شاء الله. يو النور واحد من افضل المحترفين اللي موجودين في الدوري السنه دي، بينافس على هداف الدوري، ومعاك ايضا اسامه فيصل. ايه سبب تطور اسامه فيصل ويو النور السنه دي؟ بص زي ما قلت لك برضو هرجع لكلمه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن يكون عندك لعيبه يعني التوفيق ما حالفناش ولا مع اسامه ولا مع يو اكتر من اسامه كمان. فبالتالي فرقوا معانا كتير جدا في اخر 5-6 مباريات. يو من الفراوده الاول اللي هو كان في النادي الاسماعيلي، كان فيرود يعني الناس ما كانتش شايفاه شويه، ما كانتش ملاحظاه، ولكن عشان كان بيشتغل لوحده كراس حربه بيشتغل لوحده. انما ما تحط معاه اسامه وتحط معاه ريان احمد ياسر ريان، تحط تحتيهم محمد ابراهيم او مدبولي، فالكثافه العدديه الناحيه الهجوميه اللي انا بحبها فرقت كتير جدا جدا معايا. عنده عنصر سرعه مش موجود كتير مع فراوده كتير جدا، وانا بعتبره من افضل الرصات الحربه الاجانب اللي موجودين في الدوري بكل امانه، مع مايلي بتاع بيراميدز. بصراحه شوف ان الاثنين دول افضل 2 راسين حربه موجودين السنه دي كاجانب يعني. لو جيت اتكلمت على اسامه فيصل، افضل رقم 9 في مصر السنه دي من المصريين، هداف الدوري بعد مع عاشور بهدف. اسامه السنه دي اختلف كتير جدا غير اسامه اللي الناس كانت بتشوفه. ده حقيقي، وابتدى ياخد ادوار كمان، ساعات يلعب الى حد ما متطرف على جنب الملعب وبيخش لجوه يعني، بيجيب كل حاجه ما شاء الله السنه.
انا عشان استغل اسامه وقوه اسامه وامكانيات اسامه وياو في نفس الوقت، فانا وظفت اسامه وينج شمال وعملها بشكل كويس جدا. دخل منتخب السنه دي، منتخب مصر الاول، هداف الفرقه زي ما قلت لك. فكل دي الحمد لله اللعيبه اتطورت بصراحه، ولعيبه كتير يعني، مش بس اسامه وياو، بتتكلم على لعيبه كتير جدا، مش عايز انسى حد. وما شاء الله كمان ده حتى البلعوطي بيخش بينضم منتخب مصر وهو اسامه فيصل، ودي اضافه كبيره جدا. طبعا. هل ده تكليل لنجاحك يا كابتن مع الجهاز؟ مش نجاح لوحدي بصراحه، خلينا نقول مجلس اداره الاول، اللي هو اشرف نصار واستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الكوره ومجلس الاداره كله، والجهاز الفني والطبي اللي كان ليه دور كبير جدا، اللي كنت بتلعب كل 3 4 ايام، فمجهود واجهاد عضلي وذهني للعيبه. ولكن كل الناس تعبت، العمال بصراحه اللي هم السنه دي يعني هم ما شافوش تعب قد اللي هم تعبوه، بس كل ده الحمد لله بان ثماره الحمد لله، يعني الحمد لله والشكر لله. كابتن طارق، توافق على رحيل ياو النور واسامه فيصل الموسم الجديد؟ بص خلي بالك، انا من المدربين اللي من الناحيه الفنيه يعني ما عنديش مشكله لو رغبه اللاعب، وان اللاعب هيروح مكان هو شايف ان اللي هيبقى افضل من المكان اللي موجود. ولكن انا بشوف بصراحه ان اللعيبه كلها معظمها حابه تكون موجوده في البنك الاهلي، مش بس لعيبه النادي البنك الاهلي اللي موجودين في البنك الاهلي، لا معظم لعيبه مصر حابه ان هي تكون موجوده في نادي بامكانيات ومكانه البنك الاهلي، لان الناس محترمه جدا كاداره، والناس هي كلها شايفه يعني. انما لو ياو مثلا جاي له عرض مثلا يتناسب مع امكانياته وامكانيات النادي، او اسامه فيصل، وهم مرتاحين ورغبتهم ان هم يروحوا، انا ما عنديش مشكله. هي المشكله هنا مشكله الاداره، انما انا من الناحيه الفنيه لا، ما عنديش مشكله لو اسامه فيصل او ياو النور او اي لعيب هو اللي عايز يمشي مش عايز يلعب. لان انا بقول دايما انت كلاعب لازم تيجي تلعب معايا، لازم تبقى جاي نفسيا فرحان، جاي التمرين فرحان. انما لو هتيجي انت غصب عنك وتفكيرك هيروح لحته تانية، مش عارف مين عايزني مين بيكلمني عشان يدي لك افضل حاجه، مش هتاخد منه في كل الاحوال يعني. طب كابتن طارق، مين اللعيب اللي في مصر اللي حضرتك عايز تجيبه قدام النادي الاهلي؟ لا هو مش يعني، لا في لعيبه كتيره جدا موجوده، بس انا دايما مش عاوز اقول اسماء قد ما انا بحب اللعيب الموهوب، بحب اللعيب اللي عنده حلول، بحب اللعيب اللي هو زي حازم امام وزي تريكا وزي شيكابالا وزي عبد الله السعيد. انا بحب النوعيه دي يعني، انا بحب اللي هو ناصر ماهر، انا بحب اللي هو محمد ابراهيم. محمد ابراهيم جالنا السنه دي بصراحه عامل موسم كبير. مدبولي بقى واحد تاني خالص، مدبولي بصراحه عمل معايا فرق كبير جدا، فعشان كده بقول لك انا بحب اللعبه الموهوبه يعني. طب في اللي انت قلتهم دول يا كابتن، يعني حازم امام وشيكابالا وتريكا، مين احرف واحد بالنسبه لكابتن طارق مصطفى؟ لا خلينا نقول هما كل واحد، اصل كلمه حريف دي انا بشوف اسئله يعني، اصل حريف ما هو محمد صلاح مش حريف بس سريع. بس لما تيجي تقول لي انا كمدرب يعني كلمه حريف، ما فيش احرف من عبد الستار صبري يعني، ما فيش احرف من عبد الستار صبري وشيكابالا انما عبد الله السعيد وابو تريكه مش حريفه، حازم امام حريف. فكلمه حريف دي اللي هو تنطبق على سعيد الحافي، وانا ليا الشرف الحمد لله ان انا لعبت مع واحد انا اتعلمت منه كتير بقى، عشان ده ابن منطقتي في امبابه، سعيد الحافي الله يرحمه. ده كان حاجه بقى، ده اللي اتقال عليه كلمه حريف، اللي اتعمل له فيلم الحريف. فلا انا بشوف ان كلمه حريف دي يعني لعيب مهاري قوي، لعيب ما تعرفش تاخد منه الكوره، صعب جدا، فهو ده الحريف. انما الحريف احنا ما بقتش موجوده دلوقتي بشكل كبير جدا، زي ما بقول لك في البدايه ان الموهبه قلت. انت بتدور على اللعيب الموهوب دلوقتي قلت. انت ايامنا احنا كان بص اللعيبه موهوبه قد ايه يعني، فاهم؟ خالد الغندور بقى ومحمد صبري، مش عايز انسى حد يعني، مش عايز انسى حد، ولكن وليد صلاح الدين. يعني دلوقتي كل مره الموهبه بتقل، كل مره الموهبه بتقل، ودي بصراحه ليها اسباب كتير جدا عايزه حلقات نتكلم فيها. طب كابتن طارق، احسن ماتش بالنسبه لك السنه دي مع البنك الاهلي من وجهه نظرك انتوا اديتوا فيه؟ لا بصراحه ما اقدرش اقول لك، لان بصراحه بامانه الله عملنا ماتشات بشهاده الجميع يعني، بشهاده الجمهور، بشهاده الاعلاميين، بشهاده المسؤولين. عملنا مباريات الحمد لله كانت حلوه وكانت في المستوى يعني، كان ربنا موفقنا فيها الحمد لله والشكر لله. انما انا حدد مباراه واحده يعني بيراميدز ولا المصري؟ بص والله احنا لا احنا عملنا نتائج الحمد لله، ربنا كان موفقنا يعني. احنا السنه دي
احنا السنه اللي فاتت كسبانين المصري 4 و5 والاهلي 4 السنه اللي فاتت، نتائج غير متوقعه بالنسبه لنادي البنك الاهلي. يعني ما فيش ماتش من دول والله كل الماتشات حاسس ان انت يعني عملت 100 لا في طبعا ماتش، يعني ماتش في ماتشات والله بصرف النظر عن النتيجه، يعني في ماتشات كتيره كانت حلوه. يعني احنا عملنا السنه اللي فاتت والسنه دي ماتشات حلوه بصراحه. السنه اللي فاتت احنا عملنا ماتش كبير جدا، ماتشين مع المقاولين، ودي كانت نقطه تحول مع المقاولين والبلديه، كسبنا 4 وكسبنا 5 ورا بعض، والفرقتين كنا بننافس على هبوط احنا الثلاثه. فبالتالي لا في ماتشات بصراحه مش عايز انسى او اكون عشان ما اخسفش حق اللعيبه ولا الجهاز ولا الناس. لا في ماتشات كتير اتعملت الحمد لله. احنا لسه هنكمل كلامنا مع كابتن طارق مصطفى ورؤيته لكأس العالم للأندية والنادي الأهلي، ولكن اطلع فاصل وارجع لكابتن طارق مصطفى. خليكم معانا في صوت الملعب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. برحب بحضراتكم مرة تانية ومعانا كابتن طارق مصطفى في صوت الملعب. كابتن طارق، النادي الأهلي بداية أمام انتر ميامي، تعادل بدون أهداف، شفت إزاي أو النادي الأهلي وأدائه في هذا اللقاء، وأيضا المدير الفني النادي الأهلي وبدايته في كأس العالم للأندية؟ بص طبعا يعني يمكن المباراة كانت أنا بشوفها كانت متقسمة على شوطين بصراحة. يعني الشوط الأول شوط ولا أجمل ولا أروع للنادي الأهلي، ضغط عالي جدا، جري كتير جدا، عمل مجهود كبير جدا لعيبة النادي الأهلي. أنا بشوف إن الماتش ده كان فيه نقطة تحول، ضربة الجزاء بتاعت تريزيجيه لو دخلت أعتقد كانت الأمور بقت صعبة جدا عليه، وكان ممكن الأهلي يكسب 2 و3 كمان وياخد المباراة بسهولة. ولكن أنا شفت بصراحة إن المجهود اللي عمله النادي الأهلي في الشوط الأولاني، توقعت إن الشوط الثاني مش هيكون زي الشوط الأولاني، وانا قلت ان ممكن في خلال اول 10 دقائق بعد الشوط الثاني ممكن يكون في تغيير على الاقل 2 3 لعيبه يحسنوا كمان الناحيه البدنيه بالنسبه للنادي الاهلي ويهدوا الريتم، لان الريتم كان عالي قوي. بصراحه تضغط 45 دقيقه صعب جدا في كره القدم، انك فريق خاصه ان بدايه موسم بالنسبه للنادي الاهلي، يعني ما لعبش ماتشات قبل كده، فكان في هل دي مخاطره من المدير الفني ريبيرو؟ لا بص هي كان لازم الماتش يتقسم. يعني كان لازم اول ربع ساعه ضغط عالي قوي، وبعدين استنى شويه، وبعدين اشوف المباراه مع زي النادي الاهلي ضغط 45 دقيقه. فكانت الناس كلها توقعت ان الشوط الثاني النادي الاهلي يعني يشتغل بنفس الشوط الاولاني، فدي كانت صعبه جدا على اللعيبه، خاصه ان انت زي ما قلت لك اول مباراه رسميه. وكمان انا اشوف ان الانسجام بالنسبه للنادي الاهلي ولعب بالرمضان وتريزيجيه ووجود زيزو في اول تغيير. اتفاجئت بوجود زيزو؟ لا هو طبيعي زيزو يبقى موجود، بس اتفاجئت ان هو يبقى اول تغيير. يعني انا كنت متوقع ان زيزو يبقى موجود، ولكن ياخد انا وجهه نظري، يعني انا بتكلم عليا انا كطارق مصطفى، يعني ان انا ممكن كان ياخد نص ساعه في الاخر، وبعدين يجي الماتش اللي بعديه الشوط، وبعدين يبدا الماتش الثالث. زيزو اصلا من بقاله فتره كمان زيزو بعيد عن المباريات الرسميه وعن التمرين الجماعي، فبالتالي كان ممكن التغيير الاولاني ده يكون محمد طاهر، لان كان رجليه في الملعب، عنده الانسجام وعارف مع اللعيبه لعب كتير، او حسين الشحات. انا بشوف ان ده كان ممكن في اول تغيير بالنسبه لاصابه امام عاشور. يعني طب ايه رايك في تبديله زيزو بعد كده؟ يعني الراجل نزله بعد كده خرجه، ايه رايك في الموضوع ده؟ بص انا طبعا يعني هي بتحصل كتير، ولكن انا اشوف وجهه نظري يعني ان في التوقيت ده ومع زيزو ما كانتش حلوه، لان الدنيا بالنسبه لزيزو مش احسن حاجه، من طبعا من نادي كبير جدا وعمل له هو اللي عمل له الاسم نادي الزمالك، والناس كلها مستنيه زيزو، اذا كان الزمالك او الاهلي او كل الناس اللي هي عايزه تشوف زيزو بقميص النادي الاهلي. انا اشوف ان دي لازم كان هو كمدير فني يبقى اذكى من كده، خلينا نقول اذكى من كده، والجهاز اللي معاه يعني كمان محمد يوسف. يعني انت مش مؤيد لا 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 لا، لانك انت بتاخد من اللعيب، يعني عارف انت لا مش حلوه، يعني انا مش حلوه، خاصه لما يكون لعيب لسه جاي لي ولعيب يعني هل عمل له ضجه ممكن تاثر عليه نفسيا؟
لا ممكن تاثر مع لعيب تاني. زيزو لا، لان زيزو انا بشوف ان هو من اللعيبه اللي عنده حته الاحترافيه شويه. يعني زيزو مش من اللعيبه اللي هي تاثر بالحته ديت. وانا اعتقد ان هتبان شخصيه المدرب في المباراتين اللي جايين. هيتعامل ازاي مع الموقف ده. لان زيزو زي ما قلت لك، لو انا عايز ابدا بزيزو مثلا زي الماتش الجاي، مش هديله 90 دقيقه، صعب جدا ياخد 90 دقيقه، خلينا نتفق. فهو ممكن يكون ليه كمدرب عشان مش جاهز؟ طبعا المباريات غير التمارين، وهو بقى له فتره كبيره بعيد عن المباريات ويتمرن لوحده. فانا كنت اشوف ان هو حتى لو الماتش الجاي ده هتلاقيه لو حتى بدا بيه ممكن يبدا بيه يلعب 60 دقيقه وياخد منه اللي هو عايزه. ولكن انا اشوف برضو يعني من وجهه نظري الشخصيه يعني ان طريقه اللعب كمان مع فرقه ميامي اقل فرق المجموعه بكل امانه، ما كنتش محتاج ان انت تلعب بثلاثه في نص الملعب زي بن رمضان، زي حمدي فتحي، زي مروان. انا اشوف ان انت كنت يعني كان خايف بزياده. انا اشوف كان لازم يستغل الجمهور اللي موجود الكبير بتاع النادي الاهلي اللي شافوه. كان لازم يلعب باثنين بس ديفندرات، كفايه جدا كفايه جدا. انا اشوف بن رمضان كمان كان لازم يقعد على الدكه، لان لما تكون جايب لعيب جديد وتبدا بيه ده سلاح ذو حدين، لان الانطباع الاولاني هو اللي بيتاخد. فانا كنت اشوف ان بن رمضان وزيزو كانوا ممكن ليهم دور لو هو كان فكر ان هم يبقوا بدلة في اخر نص ساعه. اعتقد كانت الامور هتفرق كتير جدا جدا معايا. طب حضرتك كان ليك تصريح معايا في احدى البرامج قبل كده ان لازم اداره نادي الزمالك تبيع، كان لازم تبيع زيزو. هل اخطات اداره نادي الزمالك في الاستمرار على زيزو لحد ما انتهى عقده؟ اكيد طبعا. ده يعني في كرة القدم العاطفة والعشم ما بيبقاش مطلوب قوي. زيزو لعب 6 سنين في النادي، وزيزو كانت الناس متوقعة ان هو مهما حصل هيفضل موجود في النادي، لا اما هيحترف. ودي كانت الناس كلها حتى كانت متوقعة كده، كانش حد متوقع خالص موضوع النادي الاهلي. ولكن الخطأ واضح وباين للجميع. يعني انا كان لازم جات لي الفرصة مرتين ان انا ابيع زيزو. في البطولة العربية اللي اتلعبت كان جاي له الشباب بحوالي 8 مليون دولار، كان لازم ابيعه في الوقت دوت. خاصة النادي عنده ديون كتير وعنده مشاكل كتير جدا وعنده لعيبة كتير جدا ليها مستحقات، لعيبة محترفين أجانب يعني ومدربين. فكنت هتبني هنا في لعيب واحد، كنت ممكن تبني. جات لك الفرصة مرة وجات لك الفرصة مرة تانية ب5 مليون دولار في يناير، فكان لازم تاخد القرار. فما تبصش انت كإدارة، ما تبصش للجمهور عايز ايه، لا. لو انت بصيت لدي مش هتخلص، لان الجمهور دايما في اختلافات، كل واحد وليه وجهة نظره. وجهة نظر انا ما عايز زيزو، انا بحب زيزو، انا لا يمشي، لا انا مش عارف. لو انت كمجلس اداره حطيت الامور كلها قدام عينك والمصلحه مصلحه النادي، اعتقد ان القرار كان هيبقى مهم جدا للجميع يعني. طب هل ممكن نشوف كابتن طارق مصطفى في نادي الزمالك مدير فني الموسم المقبل؟ لا دي بتاعت ربنا. انا طبعا واحد من ولاد نادي الزمالك، اللي نادي الزمالك اللي عمل اسم لطارق مصطفى كلاعب وكمدرب، لان انا بدات التدريب في نادي الزمالك، وكان ليا الشرف ان انا اشتغل مع الدكتور محمود سعد وكابتن شوقي حسين وكابتن سعيد الجوديه الله يرحمه. وكمان الكابتن طارق يحيى زي ما انا ذكرت، واحد من المدربين الكبار جدا اللي انا بتشرف ان انا اتمرنت معاه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتبه لك هتشوفه. كاتب لي النهارده، كاتب لي بكره، كاتب لي بعد شهر، بعد سنه، الله اعلم. انا امنيتي ان انا امسك نادي الزمالك، ولكن عشان امسك نادي الزمالك انا من نوعيه المدربين مش عشان اروح امسك نادي الزمالك فيبقى انا مسكت نادي الزمالك وخلاص وابص لنفسي ان انا مسك. لا لا لا، مش كده. انا عايز لما امسك نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله لو ربنا اراد يبقى انا بلعب على دوري، بلعب على بطوله افريقيا، لان طبيعي جدا نادي الزمالك كاس 5 مباريات، ناس كتير بتاخد الكاس يعني. فمش ده امكانيات ولا تاريخ ولا جماهيريه ولا شعبيه نادي الزمالك ولا لعيبه نادي الزمالك، لا. موضوع مختلف، لازم يبقى طموحك اكبر من كده واهدافك اكتر من كده. ولكن انا دايما كطارق مصطفى يعني عندي خطوط. يعني انا دايما عندي خطوط، عندي اوضه اللبس دي مهمه جدا، وبعدين شخصيتي صعبه جدا انا، فبحط نظام وبحط سيستم فبيمشي على الكل. فدي نقطه ممكن ما تعجبش حد يعني، ولكن طريقه شغلي
ومعروفه للجميع يعني ان انا صارم في حاجات كتير يعني، ما بفوتش حاجه يعني. طب كابتن طارق، هل ابو جبل طلب الرحيل؟ طبعا حارس الفريق ابو جبل نجم يعني نادي البنك الاهلي ومنتخب مصر، هل طلب الرحيل الى نادي الزمالك؟ لا، خلينا نتكلم على الجبل. جبل طبعا يعني لعيب كبير وحارس كبير جدا، ومش انا اللي هتكلم على جبل، يعني جبل الناس كلها عارفه. جبل لعيب منتخب ولعيب دولي ولعيب حقق بطولات مع نادي الزمالك، والسي في بتاعه معروف يعني. ولكن جبل عقده انتهى، يعني جبل عقده انتهى في نادي البنك الاهلي. السنه دي عقده انتهى. ولكن موضوع نادي الزمالك ده انا سمعته زيك زي الناس، ولكن بتمنى له التوفيق. جبل في نادي الزمالك في اي نادي بتمنى له التوفيق يعني. طيب كابتن طارق، رأي حضرتك في صفقات النادي الاهلي، ايه اكتر صفقة عجبتك من صفقات الاهلي؟ بص، هو النادي الاهلي طبعا جاب صفقات كبيره جدا وصفقات كلها نجوم. ودي بصراحه ممكن تكون سلاح ذو حدين. عشان كده هنا بتكلم على قوه شخصيه المدرب. واوضه اللبس مهم جدا جدا جدا. انما مش كتر النجوم ان انت ممكن تلاقي الدنيا سهله، لا ممكن تبقى صعبه. فعشان كده بقول لك حط تحتيها 100 خط دي. انا اشوف ان تريزيجيه بصراحه يعني، بشوف بن رمضان لعيب كويس قوي هيجي مع الوقت، اللي من رمضان واضح ان هو، انا شفته مع الترجي عنده امكانيات كبيره جدا. بشوف ان برضو زيزو. بشوف بن شرقي، اللي انا بشوف ان بن شرقي من اللعيبه اللي لو مش موجود في الملعب هو خسران وانت خسران، لان الكواليتي مختلف. كواليتي بن شرقي، كل اللي انا قلتهم لك حاجه، وكواليتي بن شرقي محتاج حاجه انت تانيه. شايف ان كواليتي بن شرقي اعلى من كل دول؟ بن شرقي لعيب موهوب. بن شرقي لعيب بيعمل لك الفرق. في ثانيه يعرف يجيب لك جون. في ثانيه يقدر ان هو 1 ضد 1، بيقدر ان هو يعدي، بيلعب مع راس الحربه بشكل كبير جدا ومع خط الوسط. فانا اشوف ان بن شرقي لو بدنيا عالي، بن شرقي يعمل الفرق. طيب انا هطلع فاصل وارجع اكمل كلام مهم جدا مع كابتن طارق مصطفى، ولكن نطلع فاصل ونرجع. خليكم مع صوت الملعب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بكم من جديد وبكمل كلامي. كابتن طارق، كنا بنتكلم على افضل صفقة بالنسبة لك في النادي الاهلي. ايه افضل صفقة حضرتك تشوفها لنادي الزمالك؟ والله بص، انا يعني مش عايز اقول حد بعينه، بس انا ممكن يعني اقول يعني، هو نادي الزمالك بصراحه محتاج نوعيه اللعيبه زي ما قلت لك في البدايه، اللعيبه الموهوبه يعني. يعني لو بتتكلم على اللعيبه اللي موجوده الموهوبه في مصر، وانا يمكن كنت قلت الكلام ده من بدري جدا. انا اتمنى وليد الكارتي يروح نادي الزمالك، من اللعيبه اللي هتعمل الفرق. اتمنى الشيبي. خلي بالك انا بقول مش عشان انا المغرب واللعيبه المغربيه، لا، اللعيب المغربي كواليتي بيبقى مختلف شويه. عنده من الثقافه وعنده من ان انت ان اللي تقول له على حاجه ينفذ يعني، فاهم انت؟ مش لا، لعبه تكتيكيه يعني. اتمنى اتمنى بوبو سيراميكا اللي هو موجود في بيراميدز، لعيب موهوب يعمل الفرق وعنده حلول نادي الزمالك. اتمنى دي اللعيبه اللي انا اقدر اقول لك ايه، الزمالك يقدر يبني عليها ويعمل تيم محترم ويبقى عنده حلول. زائد رصات الحربه، واحد زي فخري لقاي، زي يو النور، زي اسامه فيصل، زي مايه. ممكن الزمالك لو فكر في واحد من الناس دي. الزمالك لو عرض على يو واسامه فيصل حضرتك توافق؟ انا ما وافقش ليه؟ انا قلت لك، بص، انا قلت لك في نقطة مهمة جدا يعني. أولا هي مشتركة، أنا من الناحية الفنية موافق، ولكن برضو إدارة النادي يعني ما تقدرش. أنا بتكلم على وجهة نظرك أنت. وجهة نظر أنا ما عنديش مشكلة، ولكن رغبة اللعيب مهمة. وزي ما قلت لك لعيبة كتير جدا، مش عايز أقول بنسبة كبيرة جدا، يتمنوا يكونوا موجودين في البنك الأهلي وعايزين يلعبوا في البنك الأهلي. طب هل ممكن نشوف رضا سليم في البنك الأهلي؟ ممكن، كل شيء وارد. رضا على فكرة من الناس اللي لما كلموني النادي الأهلي
عليه، قلت لهم لعيب كويس وعنده سرعه، وكان لعب ضد كتير جدا في الجيش الملكي. فلا انا اشوف يعني ان في لعيبه كتيره جدا كويسه. نادي الزمالك لازم على الاقل، لو بتكلمنا على الزمالك يعني، لازم على الاقل الزمالك 7 8 صفقات يكونوا في المستوى الاول. طب مؤيد التجديد لشيكابالا هذا الموسم او الموسم المقبل يعني؟ بص خلينا نتكلم بصراحه. في نوعيه لعيبه ما ينفعش انت تقول له لا، لا، لازم القرار يبقى من عند شيكابالا نفسه. شيكابالا لعيب كبير ولعيب موهوب، ولعيب انا اشوف انه كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر على مدار التاريخ. شيكابالا لغايه دلوقتي بينزل بيعمل الفرق، عشان الكواليتي اللي حوالين شيكابالا والكواليتي اللي موجود في مصر. ما بقاش موهبه زي ما بقول لك، موهبه بقت نادره او مش موجوده. عشان كده ما تقولش شيكابالا، تقول عبد الله السعيد. لا يعني بس وجهه نظر حضرتك، لو حضرتك مدير فني للزمالك هتبقى حابب ان شيكابالا يكمل معاك السيزون الجاي؟ لا ما عنديش مشكله يكمل، بس لازم تبقى انت عارف نقطه عن طارق مصطفى يعني. ان انا حته اللعب ومش اللعب، وانك تلعب قد ايه وتلعب امتى وتلعب فين، ودي بتاعتي انا بس، مش بتاعت حد تاني. ما حدش بيقدر يتكلم فيها ولا حتى يعني فاهم. فحته شيكابالا، لو هو شيكابالا حابب دي اهلا وسهلا. فشيكابالا لازم يبقى، عشان كده بقول لك ايه، لما تيجي تطلب من لعيب انه يكمل ولا ما يكملش، خاصه واحد بحجم شيكابالا، واحد بحجم مثلا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طيب بقائه برضه السيزون الجاي زي شيكابالا برضه. خلي بالك، بص انا دايما بقول لك ايه، بقول لك ان اللعيب لازم يكون مرتاح نفسيا ومتعود. انا بقول لك الموهبه قلت، عشان كده لما بتمسك في اللعيبه دي لازم تمسك فيها، لان الموهوبين فهو عنده حلول. انت مش محتاج تقول له بس تلعب ايه، تلعب بقى نص ساعه، تلعب ربع ساعه، تبدا تلعب 60 دقيقه، فاهم؟ فانت لو اللعيب متقبل دي، اللعيب الكبير متقبل دي، ماشي. طب ما انا عندي لعيبه كبار في الفرقه، عندي محمد ابراهيم نفس الشيء، عندي جبل، ما هو جبل نفس الشيء، ها، عندي مين تاني، عندي لعيبه كبار، سعيدو، عندي لعيبه كبار لعبت على أندية كتير أندية كبير. لا عندي لعيبه كتيره جدا. كان عندي ابراهيم حسن، ها، كان عندي قعود، كان عندي بامبو، وقعود، كان عندي قعود وبامبو. كان عندي محمود السيد، لعيب كبير جدا محمود السيد. بس كل وقت عارف محمود برضه زي مثلا شيكابالا، زي مثلا عبد الله السعيد في السن، انا بتكلم في السن يعني فاهم. ولكن هو حابب ان هو يلعب، فخلاص انت مع طارق مثلا هتلعب جزء معين في المباراه. كابتن طارق، هرجع تاني للنادي الاهلي وكاس العالم للانديه. مين يعوض غياب امام عاشور في تشكيله النادي الاهلي؟ بص انا اشوف يعني امام بالميراس. بص هو المباراه دي تحديدا هي المباراه فيها قوه، والقوه دي محتاجه لعيبه معينه. فعدم وجود امام، لان انا اشوف برضو الماتش اللي فات التشكيل برضو كان بالنسبه لي انك تلعب بنص ملعب امام عاشور، وتلعب بالرمضان، وتلعب بحمدي فتحي، وتلعب بمروان، كتير قوي 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 على ان انت تلعب فرقه زي مستوى انتر ميامي. انما لما تيجي بقى تلعب بالماتش اللي جاي، لا انت محتاج بقى النوعيه بتاعت حمدي فتحي، محتاج النوعيه بتاعت مروان، محتاج النوعيه بتاعت ديانج. انت محتاج على الاقل 3 في نص الملعب، لان هيبقى فيه قوه وفيه جري كتير. فانت لازم تقسم المباراه. انا كنت قلت لك ايه، الماتش الاولاني تلعب 4-2-3-1، كان لازم مثلا وجود بن شرقي، كان لازم وجود طاهر من الاول او حسين الشحات. أيوة. وتضغط وتشتغل وتاخد المباراه زي ما انت عايز، ها، وتغير زي ما انا قلت لك كده. ولكن المباراه تحديدا اللي جايه دي لان نقطه فاصله، فانت لازم تلعب بنص ملعب قوي، عنده القوه وعنده الشراسه، وفي نفس الوقت رتم المباريات عندهم. فانا اعتقد ان ممكن يكون من رمضان. انا وجهه نظري يعني، لو بتتكلم على التشكيل الاربعه اللي ورا، هم زي ما هم، ما تغيرش. هتلعب بالشناوي، وهتلعب اوكا، وهتلعب نلعب بالشناوي كوكا. طيب مين 2 سنتر باكات؟ هم كل اللي موجودين هم ياسر ابراهيم اللي وداري. عمل احسن، واشرف داري. انت شايف ياسر ابراهيم عمل لقاء جامد طبعا اشرف داري طبعا
طيب والناحيه اليمين محمد هاني. محمد هاني. تمام. نص الملعب. نص الملعب العب مروان وديانج وحمدي. مروان هو اللي قدام، هو الستة. ايوه. والاثنين الثمانيتين حمدي وديانج. بالظبط كده، حمدي وديانج. تمام. والعب زيزو ناحية اليمين. زيزو يمين. وتريزيجيه شمال. وسام. اعتقد ايه تشكيلة كابتن طارق مصطفى في حالة ان هو اللي بيقود هذه المباراة امام بالميراس؟ واشوف كمان ان انت لازم تقسم المباراة. لازم زيزو يلعب 60 دقيقة. زيزو 60 دقيقة فقط. طبعا 60 دقيقة زيزو يلعب. مين ينزل مكانه بقى؟ اشوف طاهر، لان زي ما قلت لك الماتش محتاج قوة. وهيبقى فيه مساحات. انا اعتقد ان الامور ده لو انت لا قدر الله في حاجه هتخرج مثلا حد من نص الملعب وهتنزل بن شرقي ناحيه الشمال وتدخل تريزيجيه جوه. يعني عندك حلول. النادي الاهلي عنده لعبه كتيره جدا، تقدر ان انت بفكرك تقدر ان انت توظف اللعيبه وتشتغل زي ما انت عايز. يعني سريعا كابتن طارق، احنا بنلعب لعبه كده، افضل 11 لعيب في الدوري المصري الممتاز من وجهه نظر كابتن طارق مصطفى. احنا خدنا تشكيله الاهلي، عايزين ناخد تشكيله الدوري بقى من وجهه نظر حضرتك. احسن حارس بلاوتي. احسن سنتر باك، هنلعب ب2 سنتر باكين ولا هنلعب ب3؟ لا نلعب ب2 عادي. ماشي. اشوف حسام عبد المجيد. تمام. ومحمود الجزار. محمود الجزار عشان في 2 جزار. محمود الجزار. تمام. عمر جابر باك يمين. تمام. باك شمال يعقوب. نص الملعب. مروان عطية. نلعب ب2-8 ولا نلعب ب1؟ مين بقى؟ العب امام عاشور. محمد ابراهيم. وينجين اسامه فيصل شمال. تمام. ياو النور يمين. مهاجم ناصر منسي. مفاجأة لي بالنسبة لي اللي هي ناصر. لا ناصر منسي. انا رحت المويلي او وسام ابو علي. لا بس في حاجة. انت رحت الاثنين اجانب. انا قلت لك الاثنين الاجانب ياو النور ومايلي وفخري لقاي، ال3 مميزين. ولكن انا بقول ليه ناصر منسي؟ لان كان مؤثر وناصر منسي التوقيت اللي بينزل فيه بيعمل الاضافه، حتى لو ربع ساعه، حتى لو نص ساعه، حتى لو هيبدا. فبالتالي بصراحه يستاهل ان هو يكون موجود من ضمن التشكيله. يعني بصراحه محمود الجزار رايح النادي الاهلي ولا لا؟ مش تحط الاحتياطي؟ لا محمود الجزار. لا انا عايز احط لك الاحتياطي بسرعه. محمود الجزار رايح الاهلي ولا لا؟ والله زي ما قلت لك انا ما عنديش مشكله، ولكن اللعيب لما بيجي له زمالك وبيجي له اهلي انت ما بتعرفش تسيطر عليه صدقني، فلازم يشوف التجربه. يعني الاحتياطي انا لازم احط احتياطي. سريعا عشان احنا لازم نقفل الحلقه. ربيع اللي هيكون مفاجاه. احمد ربيع. طبعا احمد ربيع. وصبحي حارس المرمى. ما انا هحط الاحتياطي كله من غير ما اقول الاحتياطي كله بتاع البنك الاهلي. كابتن طارق شرفتني ونورتني يا كابتن. دايما ان شاء الله نشوفك معانا باذن الله. حبيبي يا روان، انا سعيد اللي كنت موجود معاك، وطبعا كل الناس عماد ومحمد ولوني وكل الناس اللي موجوده، واتمنى ان تكون حلقه ناس استمتعت بيها. يعني طبعا بكل تقدير. بشكر مخرجنا محمد بهواشي، مهندس الهندسه الاذاعيه عماد بدوي. بشكر كل حضراتكم، واستنونا دايما واقوى النجوم واقوى اللقاءات مع صوت الملعب على اذاعه الشباب والرياضه. صوت الملعب مع محمد فاروق.